أهلا وسهلا فيكم ودرس جديد من دروس لغة ال HTML. رح نتعلم اليوم كيف ننشئ فقرة لصفحة الويب، ورح نتعلم كيف ننشئ عناوين أو هيدينج للصفحة، ورح نتعرف على أنواع الهيدينج الستة الموجودة بال HTML. طبعا رح يتم هالشي خطوة بخطوة، ورح نشوف التنفيذ مباشرة على صفحة الويب لحتى يكون كل شي سهل وواضح. وخلينا نبلش فورا. لإنشاء فقرة باراجراف لصفحة الويب رح نستخدم التاج P. التاجات بال HTML بعض الأحيان بتكون معناها واضح الغرض منها، وبعض الأحيان بتكون كصيغة مختصرة، مثل عنا هون P اختصار لباراجراف. إذا أي من التاجات التالية هو يلي رح ينشئ لنا فقرة، والجواب هو التاج P. وهلأ خلينا نتذكر سوا الكود الخاص بإنشاء زر يلي تعلمناه بالدرس الماضي. الأوبنينج تاج واسم الزر والكلوزينج تاج، وهيك رح يظهر الزر عنا. الكود الخاص لإنشاء فقرة هو مشابه للكود الخاص بإنشاء زر. كمان عنا opening tag، بعدين رح نكتب النص يلي بدنا إياه يظهر كباراجراف، وبعدين رح نكتب الكلوزينج تاج. وخلينا ننفذ فورا. opening tag اللي هو رح نفتح قوس ونكتب P ونسكر القوس، وبعدين النص يلي بدنا إياه يظهر عنا والكلوزينج تاج، وهيك رح يظهر النص على صفحتنا كباراجراف. وهلأ تمرين، خلينا نكتب كلمة hello كنص على صفحتنا أو كباراجراف على صفحتنا. opening tag وكلمة hello والclosing tag، وهيك رح تظهر عنا. هلأ بدنا نحكي عن الهيدينج بال HTML. الهيدينج أو العناوين تستخدم لإبراز نصوص معينة. إذا نحن بدنا نقسم الصفحة، بدنا نحط عنوان، أقسام للدرس أو أقسام للفقرة، أو أي نص بدنا إياه يبرز بشكل أكبر من باقي الفقرة، ساعتها بنستخدم العناوين. الهيدينج أو العناوين بال HTML مقسمة من ال H1 لل H6 حسب حجمها. ال H1 هو العنوان الأكبر، وال H6 هو العنوان الأصغر. إذا أي من تاجات ال HTML التالية يلي رح تنشئ لي عنوان أو هيدينج؟ الإجابة هي ال H1. وهلأ خلينا نكتب الكود الخاص بإنشاء هيدينج. رح نكتب الأوبنينج تاج، وبعدين رح نكتب العبارة يلي بدنا إياها تظهر كعنوان، وبعدين رح نكتب الكلوزينج تاج، وهيك رح تكون النتيجة. وهلأ خلينا تمرين صغير لحتى نتذكر كيف نكتب الكلوزينج تاج تبع الزر، ونشوف الفرق بينه وبين العنوان. مثل ما حكينا الهيدينج بال HTML مقسمة من ال H1 لل H6. قلنا ال H1 هو الأكبر والأوضح والأسمك، وال H6 هو الأصغر. إذا أي من التاجات التالية يلي رح تنشئ لنا العنوان الأصغر من ال H1؟ والجواب هو ال H6. وهلأ خلينا نكتب سوا الكود الخاص بإنشاء ال H6. خلينا نشوفه لحتى نشوفه عنا كيف بيظهر على صفحتنا. رح نكتب الأوبنينج تاج والجملة اللي بدنا إياها تكون كعنوان صغير، والكلوزينج تاج، ورح نشوف كيف رح يظهر. رح يظهر بهذا الشكل. وطبعا نحن ملاحظين فرق الحجم بينه وبين ال H1. إذا خلينا هون نشوف تمرين. رح نكتب الأوبنينج تاج تبع ال H1، رح نفتح قوس ونكتب H1 ورح نسكر القوس، وهيك رح يظهر عنا ال H1. تمام، انتبهنا للفرق بينه وبين ال H6. وهلأ رح نشوف ال H2 كيف بيظهر أثناء التنفيذ. رح نفتح قوس ونكتب ال H2 ورح نسكر القوس، ورح نشوف شلون المقاس تبع ال H2 على صفحتنا. إذا أي من تاجات ال HTML التالية يلي رح ينشئ لنا الهيدينج الأصغر؟ والجواب هو ال H6. وهيك بيكون انتهى درسنا لليوم. تعلمنا كيف ننشئ فقرة، وكيف نعمل عنوان للصفحة، وكمان تعلمنا شو هن أنواع العناوين الستة. وبهيك بيكون انتهى درسنا لليوم، وإن شاء الله بنكمل بالدرس الجاي بمشوارنا بعالم الويب.